يا ابني انت طالع ترند الايام دي، كل الناس بتتكلم عنك، بيقولوا انك لسه مطلق. ايه اللي حصل؟ يا عم سعيد، اللي بيحصل في نص البلد ده صح. جواز 3 شهور وطلاق زي السلام عليكم، كأن الجواز بقى اشتراك نت لمدة تجريبية. يعني جربت الباقة المجانية وخلاص ما جددتش الاشتراك؟ بالظبط، كل حاجة كانت حلوة في الخطوبة، رومانسية ومكالمات لحد الفجر. أول يوم جواز لقيت النسخة الكاملة من البرنامج. الهدوء اتحول خناق، والحب بقى ليه ما ردتش، وليه ما قلتش، وليه ما عملتش. ياه، يعني كانت نسخة تجريبية بدون مشاكل وفجأة عملت تحديث. تحديث شامل يا معلم. بقيت بصحى الصبح على كلمة قوم نضف المطبخ، وبنام على ليه ما قلتليش بحبك النهاردة. قلت أكيد لسه في فترة التدريب، لكن اكتشفت إنها فترة الحكم. يا نهار ابيض، طب وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين. واحدة واحدة بدأنا نكتشف إننا مختلفين في كل حاجة. أنا بحب الهدوء، هي بتحب الجيران يسمعونا وإحنا بنتكلم. أنا بحب أكل البيت، هي بتحب الدليفري. أنا بحب أوفر، هي بتحب تدور على عروض. يعني انتوا كنتوا متفاهمين بس على الورق؟ أيوة، الخطوبة دلوقتي بقت موسم تمثيل، كل واحد بيطلع أفضل نسخة منه. أول ما الجواز يبدأ، الحقيقة تطلع من تحت السرير مع المرتبة القديمة. يا ابني ده حتى انا صاحبي اتجوز من شهر، لقى مراته بتكلمه بنغمة GPS: لف يمين، هات العيش، ارجع شمال، ادخل المطبخ، حضر العشاء. قال لي حاسس اني ماشي بتوجيه صوتي. آه والله، بقى الجواز دلوقتي كله أوامر وتعليمات، والاتنين داخلين متخيلين الجنة، وفي أول أسبوع بيكتشفوا إنهم في اسم الشكاوي. بس هو ليه الطلاق بقى كتير كده؟ يعني كل يوم نسمع انفصال بعد شهر او بعد اسبوعين. زمان الناس كانت بتتحمل. زمان يا سعيد كانت الناس بتتجوز عشان تعيش، دلوقتي بيتجوزوا عشان يتصوروا. الفرح بقى أغلى من الحياة نفسها، وبعد ما ينتهي الفوتوسيشن تبتدي المشاكل. يعني الجواز بيبدأ بصورة وينتهي بصورة تانية على الفيس، كنا سوا وبقينا كل واحد في طريقه. بالظبط. وبعدين الأهل بيدخلوا في كل كبيرة وصغيرة. مرة اختلفنا على الغدا، لقيت أمها بتكلمني تقولي أنت ليه ما كلتش؟ بنت زعلت. قلت لها أنا ما كلتش رز، مش كسرت لها قلبها. لا، كده كتير يا منصور. بس برضه مش البنات لوحدهم، الولاد كمان بقوا مش قد المسؤولية. أول ما يتخنق يقول أنا نازل عند أمي. هو الجواز مش كافيه، ده بيت ومسؤولية. بالظبط، الناس فاكرة إن الجواز مسلسل تركي كله حب وورد، بس الواقع مسلسل مصري فيه كهربا بتقطع، وغاز بيخلص، وإيجار بيتأخر. صح، والبطلة في المسلسل التركي بتبكي بشياكة، أما عندنا البطلة بتزعق والصوت بيعدي الحي كله. بس برغم كل ده، أنا مش ضد الجواز، بس ضد الناس اللي داخلها تجربة اجتماعية. الجواز محتاج صبر. كلامك صح يا ابن الحلال، بس مش كل الناس بتصبر. بقى أسهل حاجة دلوقتي كلمة طلقني، زي ما تكون زرار ريستارت في الموبايل. آه يا سعيد، بس الموبايل لما تعمل له ريستارت بيشتغل تاني، أما الجواز لما يبوظ بيحتاج صيانة، مش بتتعمل في التوكيل. يا عم ده لازم تتسجل على باب المحكمة. بص يا سعيد، كل اللي أنا اتعلمته من تجربتي دي إن الجواز مش نهاية الحكاية، ولا الطلاق نهاية الحياة. الجواز والطلاق دروس نتعلم منها، واللي يتعلم منهم ده اللي ينجح. يعني اللي يتجوز لازم يعرف إن الحب لوحده مش كفاية، واللي يطلق لازم يفهم إن الفشل مش عيب، وإن العيب إنك تكرره بنفس الغلط. بالظبط يا عم. والحكمة الأخيرة: اتجوز لما تكون عايز تبني بيت، مش تعمل حفلة. وطلق لما تكون جربت تصلح فعلا، مش لما تزهق. آه يا منصور، يمكن الحكمة مش إننا نكسب حد، لكن إننا ما نضيعش نفسنا وإحنا بندور عليه.